السلام عليكم دكاتره المستقبل، معاكم ايمن عبد الله، وده الفيديو الثالث في مراجعه التكاثر. الفيديو اللي فات كان عن تعاقب الاجيال، واللي قبله عن التكاثر اللاجنسي. الفيديو ده عن الالكترون، واللي جاي اخر فيديو اللي هو التكاثر في الامشاج. طيب الالكترون عندنا مثال اللي هو السبايروجيرا. في نوعين من الالكترون، الالكترون السلمي، الالكترون الجانبي. خلي بالك ان الاثنين نفس الفكره، بس البدايه هنا مختلفه عن البدايه هنا، وبناء عليه سميناه اسم وده سميناه اسم تاني. طب تعالى هنا كده، الكائن ده عباره عن خليه واحده قدامنا بنسميها نون، والكائن ده عباره عن خليه واحده قدامنا نون. طبعا ده جدار وده غشاء وسيتوبلازم ونواه وفي بلاستيدات، بس احنا بنركز بس في الفنيات. طيب ده واحد قصاد واحد، يعني احنا عندنا خليه قصاد خليه، مش خليه جنب خليه. خليه قصاد خليه يبقى سلمي، لكن خليه جنب خليه تبقى جانبي. تعالى نبدا كده هنا مع بعض. هنبدا نعمل ده الفتحه ديت، والفتحه دي بنسميها قناه. ما تقولش عليها بقى فتحه، قول عليها قناه. والشكل ده او الشكل ده يبدا يتكور ويروح للتاني اهو يا باشا، اتكور اهو ويبدا يمد بوزه ويبدا يروح للشكل التاني، وادي النواه كمان جواه، والشكل التاني هيستقبله يا باشا يا مرحب، وادي النواه اهو. الاتنين لما يروحوا عند بعض، يعني ده يروح عند ده، هيبدا يتجمعوا في جنب واحد وهو مثلا الجنب ده، يبقى عندنا هنا كده نواه. استنى يا دكتور، كده النواه ديت المفروض انها نون، والنواه دي نون زي ما قلنا هنا فوق، لما يتجمعوا مع بعض يبقى كام بقى؟ 2 نون. طب وده انقسام ولا اندماج؟ اندماج، يعني دخلوا في بعض. طب الاندماج ده نسميه اقتران ولا نسميه اخصاب؟ اقتران، عشان هو لو كان اخصاب يبقى المفروض مشيج مذكر مع مشيج مؤنث. عاش يا وحش. كده احنا كونا يا باشا حاجه اسمها لاقحه. طيب اللقاحه دي عايشه في ظروف مناسبه ولا ظروف غير مناسبه؟ ظروف غير مناسبه، وبناء عليه هتبدا تحاوط نفسها. يبقى طلعها لي كده بره عشان نعرف نتكلم معاها. يبقى عندنا هنا كده لاقحه فيها نواه، وحضرتك محاطه بجدار، فنسميها حضرتك لاقحه شبه الجرثومه، فبنسميها لاقحه جرثوميه، او باللاتيني اسمها زايجو سبور. تمام كده معانا اللقاحه. اللقاحه دي 2 ولا 2 نون؟ 2 نون يا دكتور. طيب حضرتك الكائن الاصلي ده كان نون ولا 2 نون؟ 2 نون. فنبدا بقى يا باشا هنعمل الخطوه بتاعت ان احنا نعمل انقسام ميوزي. فتبدا حضرتك اللقاحه دهيت تدينا 4 اشكال بالمنظر ده، حركه كل واحده منهم نون. يبقى هنا كده عملنا انقسام ميوزي. طيب حضرتك هنحلل دي ونحلل دي ونحلل دي، اتبقت واحده. الواحده دي نون ولا 2 نون؟ نون. طب ايه رايك لو احنا مسكنا النون ديت وعملنا لها يا باشا اللي هو الانقسام الميتوزي؟ هتبدا يا باشا تدينا الشكل اللي قدامك ده. طب لو عملنا لها يا باشا انقسامات ميتوزيه هتدينا الشكل اللي قدامك ده اهو. يبقى احنا كده بنكتر عدد الخلايا من اصل 2. اللي قدامك ده تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ تكاثر جنسي، لان احنا بدأنا بحاجتين وادينا حاجات كتير، يبقى ده تكاثر جنسي. طب تعرف تقولهم لي كخطوات؟ حاضر. حضرتك واحد من ده هيتكور ويروح للتاني بعد ما نكون القناه، وبعدها بعد ما نكون القناه وتكورنا ورحنا للتاني كونا اللقاحه، ثم لقاحه جرثوميه، ثم عملنا انقسام ميوزي، ثم هنا كده عملنا تحلل 3 من 4، وبعدها اللي اتبقت عملنا لها حاجه اسمها انقسام ميتوزي. يعني نقلنا وبعدها ميوزي، حللنا ميتوزي. تعالى هنا كده حضرتك عندنا خليه وخليه، هنبدا نعمل فتحه بيناتهم. يبقى هنا كده نسميها فتحه، هناك سميناها قناه عشان الاتنين قصاد بعض، هنا الاتنين جنب بعض. فلما جنب بعض يبقى نعمل فتحه، قصاد بعض يبقى نعمل كوبري. كوبري يعني قناه، يعني بناء عليها سمينا سلمي وسمينا جانبي. تعالى هنا كده واحده فيهم هتتكور وتروح للتانيه، يبقى هتلاقي يا باشا الاتنين لزقوا في بعض، ادي واحده وواحده. طيب بعد ما يلزقوا في بعض كده مش ممكن نعدل الرسمه ونبدأ نقول مثلا ان واحدة راحت للتانية؟ فهنلاقي هنا كده يا باشا لاقحة. ايوه يا باشا، لان ده كان نون وده كان نون. نون نون لما لزقوا مع بعض هنسميها 2 نون. يبقى الشكل ده هنسميه بقى لاقحة. طب بقول لك ايه، فاكر اللاقحة في الظروف الغير مناسبة بتعمل ايه؟ يا دكتور بتعمل نفس الكلام ده، لاقحة جرثومية، ثم تعمل ميوزي، ثم تحلل، ثم ميتوزي. تعال نقارن كده. هنا 2 قصاد بعض، هنا 2 جنب بعض، قناة فتحة، والباقي بقى كله زي بعضه. واحد راح للتاني
واحد راح للتاني، كونا لقحة كونا لقحة، لقحة جرثومية لقحة جرثومية، انقسام ميوزي انقسام ميوزي، تحلل تحلل، ميتوزي ميتوزي، بس البداية مختلفة، وبناء على ان البداية مختلفة يبقى سمينا ده سلمي وده جانبي. قول لي بقى يا دكتور السلمي ده محتاج كام خيط؟ 2 خيط، وده لازم وده شرط ومهم جدا، 2 خيط قصاد بعض. طب ده محتاج ايه؟ محتاج ان احنا ما يكونش في 2 خيط، لان لو في 2 خيط هنعمل ده. يوم بقى ما يكون ما فيش 2 خيط هيبقى في خيط واحد، يبقى ساعتها نعمل ده. يعني ده شرطه ايه؟ 2 خيط. طب وده شرطه ايه؟ ان مفيش 2 خيط والمتاح بس خيط. والظروف مالها بقى؟ مناسبه ولا غير مناسبه؟ غير مناسبه. يبقى لازم نقول ان في شرط هنا ان الظروف غير مناسبه، وبرده في شرط هنا ان الظروف بتاعتنا غير مناسبة. الاقتران اصلا بيحصل في الظروف اللي هي غير مناسبة. طب حضرتك لو الظروف غير مناسبة واتنين خيط يبقى سلمي، طب لو الظروف غير مناسبة وخيط واحد يبقى جانبي، طب لو الظروف مناسبة يبقى تكاثر لا جنسي. وده ما اتشرحش في السبيروجيرا، هم شرحوا بس الاقتران في السبيروجيرا. وبكده يا وحش احنا يبقى خلصنا الاقتران وقبله تعاقب الاجيال وقبله اللا جنسي. كده بقى لنا التكاثر الجنسي الامشاك في الانسان والنبات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وشوف الفيديو اللي جاي والفيديوهات اللي فاتت. سلام.